عمرك حسيت انك ناجح بس تايه؟ الكل بيسقف لك، الناس بتحترمك وبتحقق انجازات كبيرة، بس في لحظة سكوت كده تكتشف انك كنت بتجري بكل قوتك بس في الاتجاه الغلط. النجاح ساعتها مش بيفرحك، بالعكس بيكسرك. وده مش مجرد احتمال، ده بالظبط اللي حصل مع الامام ابو حامد الغزالي، احد اعظم علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري. كان في قمة مجده، لكن كانت جواه صرخة انا تايه، وساب كل حاجة وبدأ من جديد. ستيفن كوفي بيقولك في العادة التانية ابدأ والنهاية في ذهنك. يعني قبل ما تجري ورا الشغل والنجاح لازم ويجب ولا بد تسأل نفسك الأول، أنا عايز أوصل لفين؟ لأن الكارثة صدقني مش إنك تفشل، الكارثة الحقيقية إنك تنجح بس في الاتجاه الغلط. في يوم من الأيام كان في عالم مسلم الناس كلها بتبصله بانبهار، الإمام أبو حامد الغزالي، واحد من أذكى عقول زمانه، حافظ لكتاب الله، أستاذ في الفقه، بيفهم كبار العلماء، وأصبح رئيسا لأشهر جامعة في العالم الإسلامي وقتها، النظامية ببغداد. الكل كان بيشاور عليه ويقول ده هو، ده العالم اللي محدش يقدر يقف قدامه. لكن في عز نجاحه وفي لحظة محدش كان يتخيلها الغزالي سكت، ده حرفيا فتح بقه عشان يشرح، الحروف خانته، جسمه بقى ضعيف وصوته اختفى. قعد أيام على الحال ده عاجز، مش بس عن الكلام لكن كمان عن الفهم. لأول مرة الإمام اللي الناس كانت بتجيله من آخر البلاد عشان تسمعه بقى مش قادر حتى يسمع نفسه، وفجأة قرر يسيب كل حاجة، كل المناصب، الشهرة، الألقاب، الطلبة، حتى أسرته. ودي مش دعوة انك تعمل زي وتسيب البيت وتهج المدام. المهم سابهم وخرج في رحلة طويلة من بغداد للشام، ومن هناك للحجاز، وبعدين القدس. ربنا يحرر اخواتنا. وفي الشام بقى عاش في زاوية الجامع الأموي، بعيد عن الأضواء بس قريب من نفسه. وفي خلوته دي فجأة انكشف له كل شيء، اكتشف انه كان بيجري بسرعة فعلا بس في الاتجاه الغلط. كان بيطارد العلم بس نسي ليه اصلا كان بيدور عليه. كان بيحارب في ساحة الجدل وبيسعى للانتصار والهيبة، بس نسي اهم سؤال، هو العلم ده ليه وعلشان مين والمين؟ نسي النهاية اللي كانت المفروض تفضل قدام عينه من اول خطوة. نسي ان الغاية مش العلم، الغاية هي الله. وبعد ما فهم ان الغاية هي الله، اكتشف ان العلم كان وسيلة، وسيلته لإنقاذ نفسه وإخلاص نيته وخدمة الناس، مش علشان يتقال عليه عبقري وجامد وخلاص وإنه بيكسب كل المناظرات. وبعد سنين من الصمت والعزلة رجع الغزالي، بس مش زي ما خرج. رجع شايف الدنيا بنظرة مختلفة، مش بس فاهم كتب، بقى فاهم نفسه وفاهم هو عايش ليه. بقى عالم حقيقي مش بس بعقله لكن كمان بقلبه. رجع ومعاه كنزه الأعظم، كتاب إحياء علوم الدين، الكتاب اللي من وقتها ولسه لحد النهاردة بيفتح عيون ويوقظ قلوب ويغير حياة ناس كتير. ستيفن كوفي لما كتب العادة التانية ابدأ والنهاية في ذهنك ما كانش بيبالغ. ناس كتير فعلا بتجري بكل حماس تشتغل وتنجح ويتسقف لها، لكن في الآخر يكتشفوا انهم وصلوا الهدف ما كانش الهدف اللي هم فعلا بيدوروا عليه. كوفي بيقولك قبل ما تبدأ لازم تكون شايف النهاية اللي عايز توصل لها، مش نهاية الشهر ولا نهاية الشغل أو المشروع، نهاية حياتك كلها. انت عايز لما تمشي الناس تفتكرك بايه؟ بعلمك، باخلاقك، باثرك في حياتهم. تخيل جنازتك، ربنا يديك طولة العمر بس انت اكيد مؤمن وفاهم كل من عليها فان. تخيل بقى مين اللي واقف في جنازتك وبيقول عنك ايه؟ زمايلك، اصحابك، اولادك، اهلك. وقتها هتعرف انت عايز تمشي من الدنيا دي ازاي. صدقني لو قدرت تشوف الصورة دي من دلوقتي يبقى تقدر ترسم طريقك على اساسها. اكتب، عايز تمشي من الدنيا دي ازاي؟ عايزهم يقولوا عنك ايه بعد ما تموت؟ وبعد ما تكتب الورقة دي هتكون بوصلتك، وكل لحظة بتعيشها دلوقتي يا إما بتقربك يا إما بتبعدك من نهايتك الحقيقية. فقبل ما تكمل جري خد نفسك واسأل نفسك، أنا رايح فين؟
دلوقتي عرفت انت رايح فين، بس السؤال الحقيقي لسه جاي. هتبدأ بإيه؟ وهتدي وقتك لمين؟ علشان في سباق الحياة مش كل المهم هو الأهم،